لأول مرة من 4 سنين تقريبا نشوف خبر إن المركزي بيخفض الفايدة، والمفاجأة الأكبر إن في توقعات السنة دي إن الفايدة هتنزل ل 17% في آخر السنة، وده خلى الناس كلها تسأل نحط فلوسنا فين؟ وإيه هي أفضل شهادات استثمار في البنوك؟ وهل الشهادات هي أفضل حل ولا في بدايل أفضل بكتير؟ كلام مهم جدا هنناقشه سوا النهاردة. أنا محمود طولان وتعالى نشوف الرابط. في 17 ابريل اللي فات ده قرر البنك المركزي انه يخفض الفايده 225 نقطه اساس، يعني 2.25%، وده بالمناسبه اول تخفيض من نوفمبر 2020، علشان بكده يوصل عائد الايداع ل 25% ويوصل عائد الاقراض ل 26%. طبعا ده كلام اغلبنا عارفه ومفيش جديد، ولكن اللي لازم تعرفه ان معدلات الفايده ممكن تنزل اكتر من كده بكتير، وده لان CNN الاقتصاديه نشرت توقعات لمجموعه من الخبراء الاقتصاديين زي جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا في كابيتال ايكونومكس، واللي قال ان اسعار الفايده هتنخفض كمان في 2025 حوالي 800 نقطه اساس، وبكده هتوصل اسعار الفايده على الودايع ل 17% على نهايه السنه الحاليه. وده ينقلنا لسؤال مهم جدا بيشغل ناس كتير: ايه افضل شهادات ممكن نحط فيها فلوسنا ونحصل منها على عائد كويس في الوقت الحالي؟ مبدئيا وقبل اي كلام لازم نكون عارفين ايه هي انواع شهادات الادخار في البنوك. الحقيقه ان في انواع كتير من الشهادات في البنوك، زي الشهادات ذات العائد الثابت مثلا، ودي اللي العائد بيكون فيها ثابت طول مدة الشهادة، سواء بقى كان شهري أو ربع سنوي أو حتى سنوي. وأفضل شهادة من النوع ده هي الشهادة البلاتينية الثلاثية اللي بيقدمها البنك الأهلي بعائد ثابت 19.5% سنويا بدورية صرف شهرية، ومدة الشهادة دي بتكون 3 سنين. الحد الأدنى لربط الشهادة بيكون 1000 جنيه ومعاك بقى مضاعفتها. وبالمناسبة الشهادة دي كان العائد الثابت بتاعها 21.5% سنويا، ولكنها اتغيرت مع تخفيض الفايدة زي ما قلت لك من شوية. وهديك مثال توضيحي للشهادة دي عشان نفهمها أكتر. يعني لو حطيت مثلا 500 ألف جنيه في الشهادة دي، فأنت هتاخد عائد شهري حوالي 8125 جنيه، يعني إجمالي 97500 جنيه في السنة، وبعد ال3 سنين هيكون وصل لك 292500 جنيه. طبعا الشهادة دي ما تقدرش تكسرها أو حتى تسترد فلوسك إلا بعد مرور 6 شهور من اليوم التالي من ربط الشهادة، فلازم تكون واخد بالك إنك مش هتكون محتاج الفلوس دي ل6 شهور على أقل تقدير. تاني نوع من الشهادات المطروحة في البنوك هي الشهادات ذات العائد الثابت المتناقص، يعني العائد اللي بتاخده بيكون ثابت، ولكن نسبتك في السنة الأولى بتكون أكبر من السنة الثانية، والسنة الثانية بتكون أكبر من السنة الثالثة، وهكذا. وأفضل نوع من الشهادات دي هي شهادة ابن مصر الثلاثية اللي بيقدمها بنك مصر بعائد 24% للسنة الأولى، و20.5% للسنة الثانية، و17% للسنة الثالثة، وأدنى حد لشراء الشهادة دي 1000 جنيه، وما ينفعش تسترد فلوسك منها غير بعد 6 شهور. طبعا النسب اللي قلتها لك دي لو انت هتاخد عوائد بشكل شهري، ولكن لو هتاخد عوائد بشكل سنوي فالموضوع هيكون افضل بكتير، لان ساعتها هتوصل عوائدك في السنة الاولى ل 28%، والسنة الثانية ل 23%، وهتنزل في السنة الثالثة ل 18%. طبعا في شهادة من نوع اخر وهي الشهادة ذات العائد المتغير، ودي اللي بتتغير بتغيير المركزي للفايدة. وبما ان الفترة الجاية هي فترة تخفيض زي ما اتكلمنا من شوية، فده مش هيكون احسن خيار ليك. نوع كمان مهم جدا للشهادات لو انت عندك طولة بال ومش محتاج الفلوس اللي معاك دلوقتي، وهي الشهادات ذات العائد التراكمي، ودي اللي بتاخد عوايدك كلها في اخر الشهادة، وممكن توصل عوايدك فيها ل 100%. وافضل مثال للشهادة دي هي الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي اللي بيقدمها البنك العربي الافريقي، ودي شهادة بيكون مدتها 4 سنين، والحد الادنى لشرائها بيكون 5000 جنيه للشهادة، وبتوصل الفايدة فيها ل 100%. يعني مثلا لو حطيت 500,000 بعد 4 سنين هتاخد 500,000 عوايد و500,000 فلوس ربط الشهادة. طبعا كل ده لو انت بتشتري شهادات بالجنيه، لكن برضو في شهادات دولارية زي شهادات إليت اللي بيقدمها بنك مصر، واللي العائد عليها بيكون 7.5% لو هتاخد عوايدك بالجنيه، وبيكون 5.5% لو عوايدك هتكون بالدولار، ودي طبعا عوائد سنوية. حاجة تانية مهمة جدا ومربحة جدا وهو الاستثمار في أذون الخزانة.
طيب مبدئيا كده هو ايه اذون الخزانه ده اصلا، وازاي بيتم طرحها، وازاي بنستثمر فيها؟ اذون الخزانه عباره عن ادوات دين قصيره الاجل، ودي البنك المركزي بيصدرها لما بيكون عنده عجز في التمويل وعايز يمول من خلال الاقتراض سواء من السوق المحلي او السوق الاجنبي. وحاليا الحكومه المصريه محتاجه سيوله كبيره جدا، وهتوصل اصدارات ادوات الدين المحلي ل 2.17 تريليون جنيه في الفتره من ابريل لمايو 2025، وده بنمو سنوي حوالي 104% تقريبا، لان النسبه في نفس الفتره السنه اللي فاتت كانت حوالي 1.6 تريليون جنيه. بل حتى كمان ان دي نسبه اعلى من نسبه الطرح اللي كانت في اول السنه في فتره من يناير لمارس 2025، واللي وصلت ل 1.98 تريليون جنيه، يعني بزياده حوالي 10% تقريبا. والكلام ده معناه ان وزاره الماليه محتاجه فلوس اكتر زي ما قلنا، لكن طبعا هي بتبقى محتاجه الفلوس دي لمده وبعدين بترجعها لحضرتك تاني. المده دي بقى هي 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنه كامله، او ال 91 يوم وال 182 يوم وال 273 يوم و364 يوم زي ما هتلاقي البنك المركزي كاتب على الموقع الرسمي بتاعه. نرجع بقى لاذونات الخزانه تاني. أذونات الخزانة بيتم طرحها على يومين في الأسبوع، يوم الأحد بيطرح ال3 شهور وال9 شهور، ويوم الخميس بيطرح ال6 شهور والسنة. عشان تشتري أذون الخزانة بتروح البنك تقدم طلب، وده بيتحدد فيه حاجتين: أول حاجة المبلغ اللي أنت عايز تستثمره، وتاني حاجة معدل العائد اللي أنت عايز تاخده. وأقل مبلغ ممكن تستثمره في أذون الخزانة هو 25,000 جنيه ومضاعفاتها، يعني 25,000 أو 50,000 أو 100,000 أو حتى مليون، بس لازم يكون من مضاعفات ال 25,000. طيب كده أنت هتروح وهتاخد معاك المبلغ اللي أنت عايز تستثمره، سواء كان 25,000 أو 100,000 أو غيره. العائد بقى اللي أنت هتكتبه هيكون بناء على ايه؟ في 3 حدود للعائد لكل مدة زمنية، يعني مدة السنة ليها حد أدنى وأعلى ومتوسط، ومدة ال3 شهور نفس الكلام. لو دخلنا على صفحة البنك المركزي هنلاقي إن الحد الأدنى لل 364 يوم أو حتى السنة هو 23.991%، والحد الأقصى هو 30%، والمتوسط العائد 25%. أما بالنسبة ل9 شهور الحد الأدنى فيها بيكون 25.15%، والحد الأقصى برضو 30%، والمتوسط هو 27.1%. أما بقى 6 شهور فبيكون الحد الأدنى ليها 25.5%، أما الحد الأقصى فبيوصل ل 29.9%، ومتوسط العائد بيوصل ل 27.194%. وأخيرا ال3 شهور الحد الأدنى فيها بيكون 27.2%، والحد الأقصى 30.99%، والمتوسط 28.3%. ودي بالمناسبة نسب عالية جدا لو قارناها بالسنة اللي فاتت، واللي كان متوسط الفوائد على أدوات الدين المحلي فيها حوالي 18%. وعشان كده بنقول إن أذونات الخزانة من أفضل البدايل لشهادات السنة الواحدة اللي اتلغت. طبعا هنا احنا بنتكلم عن أقل عائد وأعلى عائد بالنسبة لأذون الخزانة. طب ايه اللي يخلي حد يكتب عائد قليل ويسيب اعلى عائد؟ هقول لك الموضوع مش بالسهوله دي، لان العائد اللي انت بتطلبه ده عباره عن عرض على البنك المركزي. لو كتبت اعلى عائد فغالبا البنك هيرفض الطلب، وطبعا انت مش عايز تكتب اقل عائد عشان المكسب بتاعك يزيد، فغالبا اكتب عائد قريب من العائد المتوسط عشان فرصك تبقى اكبر في القبول. وده لان البنك بيبدا يلم الطلبات من العوائد الارخص للاعلى. يعني لو مثلا انت طلبت 29.99% وسقف المزاد وقف عند 28.3%، فخلاص كده طلبك هيترفض. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، وهي ازاي العائد بيجيلك. في أذون الخزانة العوائد بتنزل لك في حسابك مباشرة أول ما بتحط المبلغ. يعني حضرتك لو دفعت 100,000 جنيه لأذون الخزانة ل 91 يوم مثلا أو حتى 3 شهور، هينزل لك في حسابك مباشرة 6,488 جنيه، وده هيبقى كقيمة العائد. وآخر المدة هينزل لك حوالي 98,702 اللي هم أصل المبلغ بعد خصم الضرائب. طيب ده كان بالنسبة لأذون الخزانة. أما بقى بالنسبة للذهب فهو لسه مازال يعتبر الملاذ الآمن، وبقى مصدر للربح في الفترة الأخيرة، مش بس مجرد أداة لحفظ القيمة بعد المكاسب الضخمة اللي حققها الفترة اللي فاتت. لو جينا كده لحل المكاسب الذهب السنة اللي فاتت هنلاقي إنه حقق مكاسب كبيرة جدا، سواء حتى في السوق المصري أو العالمي. فعيار الذهب 24 في يناير سنة 2024 كان حوالي 3,737، ووصل في أول
اول 2025 ل 4229، يعني حقق مكاسب 14.85%. نفس الكلام بالنسبه لعيار 21 وعيار 18 واللي حققوا مكاسب سنويه في حدود ل 14.8% برضه. اما بقى بالنسبه لاسعار الذهب العالميه فدي حققت مكاسب ضخمه جدا وصلت ل 25%. ومن المتوقع ان اسعار الذهب توصل لحوالي 4400 دولار في سنه 2027، وده ارتفاع كبير جدا من سعره الحالي عند 3234 دولار. فايه نوع الاستثمار اللي انت ناوي تستثمر فيه الفتره الجايه؟ قول لنا رايك في التعليقات، وما تنساش اللايك، وكالعاده شير الرأي.